اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مرحبا بكم البنات في الفيديو تاع نهار اليوم اللي جبت لكم فيها صابلي بريستيج بالذوق الفراوله ولا بذوق الفراز بنه ولا اروع البنات بواحد الكريمه، يعني ذوق الفراوله سوبر كريم صنع منزلي، ايضا ذوق الفراوله مع هذاك الكلاصاج الرائع اللي كامل طلبتوني عليه يعني. والاهم من ذلك ما يجيش هذا الكاطو تاعكم حلو بزاف. في نهايه الفيديو راح تكتشفوا الكلاصاج كيفاش مخدوم. تبعوا معايا للاخير البنات، راهي مقادير مضبوطه وجد سهله. ب 250 غرام تخرج لنا 42 حبه، يعني الله يبارك. نروحوا نبدو بسم الله على بركه الله في المقادير وطريقه التحضير، لكن ما عليكم غير يعني تضغطوا على جنب، ما تنسوهاش البنات، وتبارطاجوا الفيديو في الاخير ومشاهده ممتعه. نروحوا نبدو بسم الله على بركه الله. عندي في الغيسيبيون تاعي 250 غرام تاع لا مارغرين مع رشه الملح ضروري. نضيفوا عليها البنات كاس الا ربع تاع السكر الناعم، ونزيدوا نضيفوا عليها بنفس الكاس ربع كاس تاع الزيت، ماشي نصف كاس البنات، ركزوا مليح، ربع كاس تاع الزيت ما يعادل نصف كاس تاع الكاس تاع لاتاي. يعني اللي تبغي دير لي ميزور بالكاس تاع لاتاي دير نصف تاعه تاع الشاي يعني. وهنايا البنات نحتاجو 2 حبات تاع البيض، لكن ما نضيفوهمش الان. شوفوا البنات نبقوا نخلطوا يعني حتى نتحصلوا على كريمه. هذيك الزيت مع المارغرين مع السكر الناعم ضروريه هذه الخطوه باش نتحصلوا على صابلي هشيش وبنين وما يفسدناش الشكل تاعه. كي نتحصلوا على كريمه البنات نبقوا نضيفوا في البيض تدريجيا، يعني نفرغوا الحبه الاولى ونبقوا ندخلوا فيهم البنات، يعني ما تزربوش في الحبه الثانيه. هذه نقطه مهمه باش ما يتكملش الصابلي تاعكم في الفرن ويجي على حبه. اذا تبقوا هكذاك يعني تدخلوا فيه حتى تحصلوا على هكذاك البنات كريمه، قوام كريمي. يعني نركز ونعاود في الصابلي، تبعوا خطوه بخطوه باش ينجح معكم. ثم نضيفوا الحبه الثانيه ونبقوا ايضا نخدموا فيها على شكل كريمه ولا بوماد. تقدروا تستعملوا الباتور، يعني اللي تبغي تستعمل الباتور تكون عمليه سهله. في هذه المرحله البنات نجيب الكاكاو تاعي، وايضا حاجه المهمه لازم نغربلوه، لازم نفوتوا في الباسوار الكاكاو باش ما يديروناش هذوك الحبيبات، يعني تبقى لكم العمليه صعبه باش تدخلوا يعني هذاك الكاكاو مع الكريمه. هنايا البنات درت وضعت 2 ملاعق ممتلئه جيدا، لكن كي بقيت نخلط ظهر لي يعني كان لا كولور تاع كلير، يعني زدت ملعقه اخرى. ولا مايزينا البنات اللي هي نشاء عندي 2 ملاعق، ما تكثروش. لا جامي صابلي اللي يكون فيه الزيت ويكون فيه يعني ما تكثروش فيه لا مايزينا باش ما يجيكمش يتفتت ولا ذوق الغريبي. اذا نحتاجو 500 غرام تاع الفارينه، راهي مغربله هنا البنات، مع نصف كيس خميره كيميائيه. راح اخلي لكم المقادير في صندوق الضبط عفوا بالضبط في صندوق الوصف. هنا درت نصف خميره كيميائيه، يعني ما يعادل ملعقه ممتلئه جيدا تكون صغيره. نولوا للعجينه تاعنا البنات، ويعني ندخلوا هذاك الكاكاو مع هذوك 2 ملاعق تاع النشاء، يعني بالتدريج غير حبه حبه البنات باش ما يطايرش علينا هذيك لابوتر تاع الكاكاو، حتى نتحصلوا على هذا الشكل على كريمه. قلت لكم اللي تبغي يعني تستعمل الباتور تستعمل، ولا حتى هذاك المولينيكس البنات كما لاحظتوا وريته لكم في فيديو صابلي الماء. قلت لكم انا الصابلي نقدر يعني تقدروا تخدموا بهذاك المولينيكس اللي هو الروبو القديم يعني تاع زمان. كما لاحظتوا قلت لكم البنات انا جاتني العجينه تاعي كلير، ضفت ملعقه اخرى، يعني عندكم 3 ملاعق تاع الكاكاو، وبقيت ندمج في الخليط تاعي. وهذيك يعني كما لاحظتوا في الفارينه راني ديجا درت نصف كيس خميره كيميائيه وخلطته، وبقيت نقسم يعني الفارينه تاعي على جزئين، نبقى ندخل الجزء الاول بالتدريج ونزيد الجزء الثاني لربما الفارينه تاعكم تكون تشرب. هذا هو القوام اللي تحصلت عليه. انا خليت من الفارينه هذيك 500 غرام، للامانه خليت 2 ملاعق تاع فارينه. وهذه هي القطاعه اللي راح نستعملها الشكل دائري، ثم اي شكل يعني اللي يساعدكم، سواء قلب ولا شكل، اي شكل يعني تقدروا تستعملوه، راهم الطوابع اشكال وانواع. اذا كما فهمتكم دائما في عجينه الصابلي البنات بين 2 اكياس ولا فوق ورقه الطهي، يعني باش تساعدكم نحلوا العجينه تاعنا بالطول ثم بالعرض. ودائما هذيك لاسيس اللي فهمتها لكم يعني تحطوا اليد تاعكم من تحلوها، تبقوا يعني تمسحوا باليد تاعكم باش تجيكم نيفو واحد، يعني يجي السطح متجانس باش ما تغبنكمش.
يعني ونحو هذاك الساشي ونبقوا نطبعوا في الدوائر تاعنا. بيان سور في هذه المرحله راني شعلت الفور، يعني سخنته، ومن بعد نقصت له البنات. لا جامي الصابلي تاعكم طيبوه على نار قويه، دائما تكون يعني متوسطه، واللي تعرف الفرن تاعها يكون ساخن بزاف ديرها يعني اقل من النصف. شوفوا هنا هذا هو الارتفاع السمك تاع الصابلي تاعي، ما لازمش ديروه يعني هابط بزاف. انا عمرت الصينيه الاولى وراني باغيه نطيبه البنات، عندها 8 دقائق 10 دقائق حتى ل 12 دقيقه لازم تعسوه يعني، وننزعوه يبرد ونروحوا نحضروا مع بعض الكريمه تاعنا. كريمه الفراز قلت لكم البنات تجي واحد الكريمه وواحد القوام يعني يكون متماسك بزاف. يعني شفت في الجروبات بزاف اسئله كنت نجاوب عليهم البنات، يعني توجور تقول لك الكريمه تاعي ما على باليش حتى ولو كانت في فصل الصيف يعني تقول لك تجيني سايحه. انا حتى ولو كانت في فصل الصيف ما تجينيش سايحه، يعني تجيني حاكمه روحها. درت 2 ملاعق ممتلئه جيدا تاع لا مارغرين تكون بدرجه حراره الغرفه البنات، مع 2 ملاعق ممتلئه مليح تاع الزيت. لكن البنات هنا 2 ملاعق هادو لازم تعمروهم مليح، ما يعادل 125 غرام. نجيب الباتور تاعي، نبقى نخلط اولا الزيت مع الزبده. من بعد البنات ضفت كاس الا ربع تاع السكر الناعم، نخلطوها غير شويه قبل ما نديروا الفيتاس الاول باش ما تطايرش علينا هذاك الغبار تاع السكر كلاص هكذاك. يعني البنات شوفوا كيفاش راه لازم تخلطوا مليح. اذا نبقى نباتي في الخليط تاعي حتى نتحصل على قوام كريم. في هذه الأثناء البنات نوقف يعني عن الخلط ونجيب 2 ملاعق تاع حليب يكون بارد البنات، يعني ماشي بدرجة حرارة الغرفة وماشي دافي، لازم يكون بارد من الثلاجة. 2 ملاعق حليب، ركزوا مليح البنات، 2 ملاعق ممتلئة جيدا تاع لا مارغرين اللي هي 125 غرام، مع 2 ملاعق تاع الزيت، مع كاس إلا ربع تاع السكر ناعم، مع 2 ملاعق حليب. لكن بشرط حتى تولي لكم كريمه باش تزيدوا 2 ملاعق حليب. وضفت كما لاحظتوا لاغوم تاع الفراز ولا تاع الفراوله، يعني ملعقه صغيره ولا نصف ملعقه، يعني على حسب اللون نتوما كيفاش تبغوا. هذا هو القوام اللي تحصلت عليه. لازم تكون عندكم كريمه حاكمه روح، حتى ولو كنتوا في فصل الصيف البنات، يعني ما لازمش كي تبغوا تخلطوا فيها تكون سايحه، سينو راح تغبنكم. انا البنات هنايا نروح نحضر يعني السوبر كريم تاعي، وضعت الكريمه في لابوش ونوضعها في الثلاجه، واذا كنتوا في فصل الصيف ما تدخلوهاش للثلاجه. في الكاسرونه تاعي البنات جبت كاس تاع الماء عادي، الماء تاع الشرب بيان سور البنات، ووضعت عليه ملعقه ممتلئه جيده تاع لا مايزينا اللي هي النشاء، ملعقه ونصف كما لاحظتوا، ملعقه ونصف تاع النشاء اللي هي المايزينا، مع 6 ملاعق تاع السكر. هنايا البنات سوبر كريم باش يخرج لكم الذوق تاع شباب لازم تضيفوا، انا اي سوبر كريم البنات نضيف له الليمون، يعني اي نوع. كما لاحظتوا راني خدمت معاكم تاع الخوخ، خدمت معاكم تاع الفراوله سبق لي وخدمته البنات يعني في فيديو يعني الكاطو تاع كاسكروط اللي خرجت منه يعني على شكل دي ترونش. يعني راني من العام الماضي حضرته ديجا معاكم، وراني نعاود معاكم لازم ديروا هذيك ليمون على الاقل ملعقه صغيره. انا درت ملعقه كبيره وضعتها فوق النار مع التحريك المستمر يعني، وبلا ما ننسى لكم لاغوم كما لاحظتوا تاع الفراوله ملعقه كبير. خلطوه فوق النار حتى يدير فقاعه 5 دقائق، نوخروه ونخلوه يرتاح يبرد درجه حراره الغرفه. دخلوه للثلاجه من يتماسك عفوا البنات، نعمره في لابوش هكذاك هو والكريمه باش يعني تجيني خدمه نقيه. ها هو الصابلي تاعي بعد ما برد البنات. نجيب هذيك الكريمه هنا البنات، يعني مازالها حاكمه روحها مليح، على ذيك بقات تتقطع معايا باسكو كنت جبتها من الثلاجه. نتوما اذا كنتوا في فصل الشتاء يعني ما تدخلوهاش للثلاجه. درت في لوتور ودرت في الوسط هذاك السوبر كريم، ونقفل يعني بالحبه بالقطعه الثانيه. وضروري لازم تضغطوا عليها البنات باش تجي هكذاك لا فورم تاعها، تجي هذيك الكريمه طبق.
هذا هو الصابلي تاعنا البنات ساهل. هنايا راح نزيد معكم حبه. شوفوا هنايا يعني الكريمه كي عاودت يعني ولات القوام تاعها الاول. شوفوا يعني تساعدني ماش تتقطع. وضحتها في لوتو وفي الوسط. وضحت لازم توضعوا كميه مليحه تاع السوبر كريم وتضغطوا. هذه خطوه ضروريه لازم تضغطوا. وهذاك يعني من الجوانب هذاك الزائد لازم تمسحوه. يعني لازم ديروا هذه الخطوه. وخطوه اخرى مهمه البنات، يعني ملاحظه مهمه، يعني كي تكملوا الحبات تاع الصابلي تاعكم لازم تدخلوهم للثلاجه قبل ما تقلاصوهم. هذه هي الكميه تاع الكريمه اللي تبقت لي، يعني تجيكم جوست مع 42 حبه. وايضا السوبر كريم يعني تبقى لي على قياس 4 حبات ولا 5 حبات. نروحوا الان نمروا للكلاصاج تاعنا بعد ما وضعنا الصابلي في الثلاجه. اذا البنات في الكلاصاج تاعي شا عندي في الغيسيبيون وضعت كاس تاع الاتاي تاع الحليب يكون يعني بدرجه حراره الغرفه، ما هو بارد ما راهو ساخن ما راهو دافي البنات. وضعت معاه نص كاس تاع اتاي، يعني نفس العبر اللي ديت به الحليب ندي به كامل المكونات. نصف كاس تاع شاي زيت ونصف كاس شاي تاع ليمون. يعني تقدروا ديروا ربع كاس، اللي تبغي دير ربع كاس ديروا، اللي تبغي توضع نصف كاس. علاش البنات؟ باش ما يجينيش الكلاصاج تاعي حلو. يعني انا نستعمل ليمون منها يكون يعني يلعب دور الماده الحافظه، ومنها يخلي لي الكلاصاج تاعي طري، ومنها البنات باش ما يجينيش طرو سكري هذاك الكلاصاج. راكم تعرفوا هذا صابلي البنات، وانا تعمدت باش ما كثرش يعني السكر الناعم كما لاحظتوا في لاباط، بالرغم من انني درت 3 معالق تاع الكاكاو. نورمالمون ندير كاس سكر كلاص، لكن تعمدت باش ندير كاس الا ربع باش ما تجينيش طرو سكري. علاش قلت لكم هذا الصابلي تاعكم ما يجيكمش كامل حلو. هذا الكلاصاج يجي فيه يعني ذوق الفراوله مع هذاك الذوق تاع الليمون، ما يجيش كامل حلو. هكذاك البنات كما شفتوا درت السكر الناعم، يعني غربلته، بقيت نغربل فيه. لازم يعني تفوتوه في الباسوار باش ما يساعدكم ما يديركمش هذوك التكتلات. وبقيت يعني نحرك فيه وتبقوا تضيفوا في اللون. انا علاش البنات درت هذا اللون يعني القاتم؟ لانني خدمت يعني لاباطا سكر ورود، يعني درتها غوز كلير. في فيديو اخر نوريكم طريقه صنع عجينه السكر بمكونات بسيطه في البيت، يعني للورود فقط، ماشي لتزيين الكيك، للورود فقط. ان شاء الله انا محضرت لكم فيديو اخر. اذا البنات كما لاحظتوا الورود شفتوهم يعني راهم كلير، وراني دارت لهم يعني ناكري فضي. اذا لازم الكلاصاج تاعي تاع الصابلي لازم يكون شويه فونسي عليها. على ذيك بقيت يعني نضيف بالتدريج في هذاك الملون. هنايا البنات هذا هو اللون اللي تحصلت عليه. هذا الجزء نزحته قبل البنات، يعني بغيت نوريكم هذه الكميه دات لي باكي تاع سكر ناعم. وهذاك الجزء يعني ربع كاس تاع الشاي كما شفتوه نزحته، يعني ما استخدمتش، خفت اذا ما يكفينيش السكر الناعم. وجبت هنايا الحبات تاعي فوق الشباك، يعني وضحت ثانيه من تحت كما راكم تلاحظوا، يعني الصوره راهي تشرح في نفسها. وشوفوا البنات يعني حاجه ضروريه، لازم هذا الصابلي تاعكم يكون خارج ديجا من الثلاجه، يعني يكون بارد باش تقدروا كي توضعوا الحبه يعني هذاك الثقل تاع البنات تاع الكلاصاج ما يهبط لكمش، باسكو هذا الصابلي راه هش. والكريمه يعني كي راكم تلاحظوا يعني الهشاشه اللي تجي فيه هذا الكاطو، اذا يعني كانت خاصه في فصل الصيف، خاصه البنات في فصل الصيف ما لازمش يعني الحبات تاعكم هكذاك ساخنه وتفرغوا عليه هذاك الكلاصاج يعني وتهبط لكم كامل، يعني ولا ربما تكسر لكم الحبه. لازم خاصه البنات شوفوا كيفاش راني نخبط في هذيك لاكري تاعي. شوفي يعني كي نبقى نخبط لازم تخبطوا البنات، يعني لازم ديروا هذه العمليه، تخبطوا هذيك لاكري تاعكم ولا هذاك الشباك باش الكميه الكبيره تهبط، يعني ما يجيكمش القوام تاع كلاصاج يكون اغلاظ. هذه هي الخطوة الضرورية في الكلاصاج. نبقى نكمل في هذه العملية. نتوما من الأفضل إذا كانت عندكم يعني كمية كبيرة، يعني تديروا شباك يكون كبير وصينية تحته تكون كبيرة، وتبقوا مرة على مرة هكذاك تخبطوا ولا تهزوا في هذاك الشباك تاعكم. نقطة مهمة أيضا البنات، يعني كي ينزل هذاك الزائد نوخروا هذاك الشباك تاعنا في صينيه اخرى وننزعوا هذاك الفائض، يعني قبل ما نديروا الديكور، لاننا البنات رايحين نديروا لها حبات تاع العقاش. هذوك الحبات تاع العقاش رايحين يهبطوا في هذاك الزائد، وهذاك الزائد يعني ما لازمش يكون مخلط مع هذاك العقاش باش يعني كي ترجعوه يكون نظيف من تعاودوا تقلاصوا به الحبات. انا شوفوا البنات عندي هذو الوريدات اللي خدمتهم بعجينه السكر، قلت لكم يعني كان فيديو اخر
خدمت لكم فيه طريقه صنع عجينه السكر لكن بمكونات متواجده في كل بيت للورود فقط. خليتهم حتى نشفوا ودرت لهم الناكخي، يعني كاين الحبات اللي درتهم الناكخي وكاين الحبات اللي مازال تقدروا هكذاك توضعوهم، وفيما بعد كي تنشف الحبه ديروا الناكخي يعني للحبه ومع الورده. هذا هو العقاش البنات. انا ما توفرش عندي هذاك العقاش الرقيق بزاف، اذا لقيتوه يكون احسن من هذا، يعني لازم هذاك العقاش كامل الرقيق اللي نستعملوه يعني في الديكور تاع العرايش. اذا البنات هكذاك يعني ديروا حبات، لكن كما فهمتكم البنات قبل ما توضعوا هذا العقاش لازم تنزعوا هذيك الكميه اللي هبطت لكم من الاسفل باش ما يتخلط لكمش هذاك العقاش مع هذاك الكلاصاج اللي غادي رايحين يعني تعاودوا تقلاصوا به. بعد ما مرت على الصابلي تاعي ليله كامله، لازم البنات ليله كامله باش ينشف لكم مليح. انا راح نلمعه بهذا اللماع الفضي الابيض. واول حاجه البنات اللي نبدو بها هي لازم ننظفوا القاعده تاعنا، سواء يعني درتيه كوموند للزبائن ولا ليك ولا للعيد، ولا يعني لازم خدمتك تكون نقيه، ما تبقاش يعني الحبه كي تحطوها في ليكيسات يعني تبقى جهه يعني مايله وجهه طالعه، ولا ربما يعني تبان ما راهيش يعني قاعده واحده. لازم ننزعوا هذوك الزوائد، ننظفوا الحبات تاعنا. دائما نقول لكم البنات لازم الخدمه تكون فينيه، حتى ولو درتيها لنفسك يعني لازم تشوفي هذيك الحبات تكون نقيه، يعني تستمتعي بالحاجه اللي خدمتيها. اذا البنات بعد ما ننظف كل الحبات قلت لكم لازم يكونوا ناشفين مليح مليح، يعني نجوز عليهم هذاك الناكخ. وبالفرشات تاعي البنات ولا بانسو راكم تعرفوا لازم يكون ريشه ولا بقطعه اسفنج تكون نظيفه يعني خاصه بالحلويات، نبقى نمشي مليح مليح هذاك الناكخي تاعي من كل الجوانب، يعني الوريدات اللي مانيش دايره فيهم الناكخي يعني ايضا نمشي فيهم هذاك الناكخي. راح البنات تشوفوا الفرق بين الحبه اللي درت لها الناكخي والحبه اللي ما درتهلاش. على ذيك قلت لكم لازم الكلاصاج، اللون تاع الكلاصاج يكون فونسي على اللون تاع الورده. وها هو البنات يعني بعد اللي وضعته في ليكيسات نقسم معكم حبه كيما العاده باش تشوفوا هشاشه وطراوه هذا الصابلي. متاكده البنات رايحين تجربوه في العيد، تجربوه في المناسبات ان شاء الله يا ربي، وتدعوا لي يعني بحشو مميز ذوق الفراوله. شوفوا البنات يعني من الداخل كيفاش راهي تبان هذيك الطبقه تاع الكريمه من الجوانب، وفي الوسط السوبر كريم. وبلا ما نحكي لكم البنات على الهشاشه تاعه، ان شاء الله كي تجربوه تتاكدوا. نتمنى ان شاء الله يكون نال اعجابكم هذا الفيديو. وسمحوا لي طولت عليكم البنات، راكم تعرفوا يعني خدمنا سوبر كريم والكريمه والكلاصاج، على هذيك جاء الفيديو طويل. ورانا وصلنا البنات الختام لا فيديو تاع نهار اليوم. ان شاء الله ما ترسونيش برك من لي جيم والبارطاج، واللي ماهيش مشتركه تشترك وتفعل زر الاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.